بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يومكم سعيد. نصائح مهمة باش تميز بعطرك الخاص. أول شيء رد بالك تاخذ عطر صاحبك. علاش يا فرنسي؟ لأن ضروري تميز بعطرك الخاص، لأن قلنا كل واحد ومسام تاعه وطبيعة جلد جسمه وطبيعة الروائح اللي عنده هو والافرازات وكذا، فتماشى معاه العطر. لكن انت مش حيتماشى معاك، وبيش تميز بعطرك ما ينفعش يقدك متداول، وفي نفس الوقت ما تعطيش اسم عطرك الخاص، لان هذه حاجة شخصية ما ينفعش تعطيها، لان حيقد الموضوع متداول ويقد شعبي. حاجة اخرى، ضروري تقد تتعرف على العائلات العطرية اللي انت تنتمي لهن، العائلات العطرية اللي انت تحبها، اللي هنا نقولوا عائلة العشبية، الحمضية، الخشبية، التابلية، عائلة الزهرية، عائلة السويد، العائلة الشرقية. انت شنو الروائح اللي تحبن بيش ما يصعبش عليك اختيار العطر بعد ما تجي عند شركة الفرنسي. حاجة اخرى، ضروري 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 تصبر على العطر، كما قلنا هو حتظلمه. ضروري تحط عطرين او ثلاثة اقصاهن، وخليك اصبر عليهن. شم الواجهة العطرية 15 دقيقة، شم قلب العطر. بعد ساعة هكي ساعتين على حسب نوع العطر، خلي العطر يبرد وشمه في القاعدة العطرية. هذا كله بيش تقدر توصل لعطرك الخاص، العطر اللي يمشي معك. لأن أنت حطيتي في يديك، ضروري تحط من فوق، ما تحطش هنا في اختيار العطر. وانت تسوق وانت تمشي حيفوق عليك حيقعد منتصر واحد، حيفوز عطر واحد. هذا هو اللي شنو صاحبك، هذا هو اللي مشى مع جلدك. حاجة أخرى بيش تميز أخرى، العطور الشعبية ما عادش تاخذهن. العطور الشعبية وقف عليهن. علاش؟ لانك مش حتميز، باختصار مش حتميز بعطر، وين ما تخش مش حتقد ملفت، ما عاد حيبحث فيك. ليش؟ لان الناس بطبيعتها عم تعود على عطر معين، على ريحة معينة، ما عادش تلفت انتباه، ما عادش يلفتني العطر هذا، لان شامة عند كم واحد، شامة في الجامعة، شامة مش عارف وين، شامة عند صاحبي، شامة عند هالي، خلاص يعني موضوع دماغ يحفظ ريحته، ما عادش تشم، مش حتميز، مش حتكون ملفت، مش حتكون مميز، هذا مغرق روحك. فعطور شعبية ما عادش تستخدم. شوف ديما جديد، شوف ديما المميز، مش ضروري جديد. في شركات قديمة مظلومة مش عارفينن، فشوف المميز والجديد والحاجات اللي يمشي أنا معك. أو دير شنو نفس عشاق العطور، استخدم لكل وقت ولكل مناسبة عطر. الصباح استعمل عطور الفريش الفروت يدير لك انتعاش. في المساء استعمل عطور مسائية. في الليل عندك سهرة، عندك فرح، عندك كذا، استعمل عطور ثقيلة. قبل النوم في عطور مريحة للنوم وكذا. خليك متعدد، خليك مختلف، خليك ديما عندك تشكيلة عطور لأوقات معينة. وبالنسبة للعطور والتمييز والجديد، إن شاء الله تلقوه عند الفرنسي، واختيار العطر عند الفرنسي. شركة الفرنسي توا موفرة عطور جديدة ما شاء الله تبارك الله، مناسبة لكل الأذواق، ومش حتلقوا جديد والمميز والإصدارات قديمة والإصدارات الحديثة إلا عند شركة الفرنسي. نرحب بكم كلكم، ويومكم سعيد. السلام عليكم.